اتفضلي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، والحقيقه الفقره دي هتكون عن او هي عنوانها لمسه جمال. كل واحد فينا عاوز بيته يبقى جميل وفي لمسات جماليه تبعث على الراحه. طبعا ده كل بيساهم قوي في ازاله التوتر، والتوترات دي كلنا بنعيشها تقريبا في العصر الحديث. ففي وبنلاقي اي لمسه بجد يا انوار، بالزهور وبالشموع، اي لمسه جديده بتتحط أي في البيت بالزبط. الحقيقه بتضفي، لكنه تحديدا احنا معانا الحقيقه تزيين المنزل بالشموع وبالزهور، ومعنا ضيفتنا الكريمه الاستاذه رانيا عبد المنعم الغزالي مصممه الزهور والشموع. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه يا رانيا. كل سنه وانت طيبه. رانيا، احنا شايفين الحقيقه الترابيزه اللي قدامنا دي كلها شموع من الجل، يعني انا شايفه شكل جميل، واكيد الكاميرا هتجيب كل الالوان الرائعه اللي انت عاملاها وجايباها، ومزينه كمان الكاسات ديت برضه بنوع من انواع الزينه اللي بتقول لنا ان في كريسماس او في اعياد ميلاد او في مناسبه. شيء جميل قوي طبعا، كل سنه وانت بخير. عايزه اقول اهميه الحاجات اللي انت بتضيفيها دي على البيت ايه او على نفسك ايه؟ تيجي نبتدي بيكي. اوكي، ابتدي بيا. اول حاجه الشمعة عموما بتمثل جو من الرومانسيه عالي قوي لاي حد. وجودها بيهدي الاعصاب كمان، يعني مجرد ان ضوء الشمعة بيخلي الانسان ريلاكس خالص. فبحس ان هي ضروريه لكل بيت، حتى لو مش ضروريه للعشاء الرومانسي او للاسترخاء، بتكون ضروريه لانقطاع التيار. فمش شرط ان انا عشان شمعة تبقى شمعة شكلها عادي وتتحط في كوبايه عاديه. فحبيت ان انا افتكر ان هي تبقى لا، ليها تاتش حلو وتنفع تتحط في اي مكان وتدي شكل كويس قوي للبيت. فلقيت ان الشمع الجل هو الموضه السنه دي. يعني ايه موضه في الشمع؟ موضه الشمع ان الشمع اصلا نوعين. في عندي شمع الجل وفي شمع البارافين. الشمع الجل اللي هو عامل زي الجيلي، حتى شكله شفاف. ايوه شفاف. بقدر اتحكم فيه وبقدر اتحكم في تاثيراته يعني، والوانه بقى انا اللي بصنع الالوان دي كلها واقدر ادي التاثير. يعني مثلا في الكاس الموف ده انا لعبه في التاثير من الغامق للفاتح. كأن جواه ميه او ثلج او قطعه كريستال. هي دي الفكره. ان انا الخامه المستخدمه في التلوين بقى بتستخدمي اي نوع الوان؟ بودره الوان الشمع. يعني هي دي مخصصه مخصصه عند اي حد من هم بيبيعوا مستلزمات الشموع. ودي متوفره كتير عندنا في اسكندريه وعندكم اكيد في القاهره، يعني موجوده. بس جميل قصه ان انا ممكن يكون عندي موضه في الشمع. ما هي الموضه دلوقتي دخلت في كل حاجه. في الخامه اللي انا كمان بستخدمها دخلت في كل حاجه. ازاي يعني اذا انت وصلت لها، هل هي امنه اكتر، اسهل اكتر في التحضير؟ يعني ايه قصتها؟ هي في التحضير سهله جدا، ان هي عباره عن حاجه سايله. انا الشمع بجيبه اللي هو الجل ده وببدا ادوبه على حمام ميه دافي وببدا اصبه في الكاسات. بلاقي ان هو يعني في اقل من نص ساعه بيكون اتجمد. لكن الشمع البارافين بياخد من حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع عشان اكون اتاكدت ان هو جمد بالفعل يعني، وعشان اقدر امسك الكاس من بره وازينه. لكن الشمع الجل لا، سريع في انه يجمد بسرعه. يعني الاضاءه او الشعله نفسها انا شايفه هي ممتده لقاع الكاس ولا هي ممتده؟ دي بقى بتخلص ازاي؟ بتستهلك ازاي؟ بمجرد ان هو بيدوب حواليها بس يدوب حواليها. ما هو بيتطاير، ما هو بيبدا يقل يعني اللون الاحمر الجميل ده او الازرق الالوان دي بيقل مع استخدامها كل مره بتتبخر كل شويه. بس هي ميزه بقى الشمع الجل ان انا بتحكم فيه، بحطه في كاسات على اساس ان هو لما يخلص يجدد نفسه من تاني. لكن الشمع العادي اللي هو القوالب اللي بيبقى مصبوب العادي اللي احنا عارفينه، بمجرد ان هو بيخلص بينصهر كده حواليه خلاص بيبوظ. فيعني يا ريت ما نرميهوش برضه، يعني هو حاجه. طب فكرتوا بعد اذنك يا فكرتوا انه يبقى له اي مخاطر؟ الاشكال الرائعه الجميله دي ممكن المخاطر الحاجه الوحيده بس ان هي لو وقعت اتكسرت الازاز، لكن غير كده امنه 100% ان اي مكان حتى لو احنا يعني على صحه الانسان الدخان اللي انا شايفاه ما يأذيش؟ لا ما بيأذيش، لان دايما لما بيكون في شمعة موجوده دايما بيبقى لازم في شباك مفتوح. وعموما طب ما نصيحه هنقولها لازم يبقى في شباك اكيد. نجدد الهواء، نجدد الهواء بالظبط. وفي نفس الوقت هي امان ان انا حتى لو نمت وما اخدتش بالي ان انا سايبه شمعة مش ممكن هتنصهر وتوصل لاي مكان مثلا خشب او اي حاجه محطوطه عليه وتعمل اشتعال. او يمكن احنا يا رانيا بنحاول احنا نجيب كل انواع الزينه اللي ممكن يعني يتزين بيها اي بيت. لكن عايزه اتكلم عن قصه الشمع اللي بروايح. هل متوفر في الجل ايضا؟ طبعا
متوفر بوفره كمان، لان ده الخامه بتاعته احسن كتير. الشمع الجل بمجرد ان انا بعطره، بمجرد ان انا ببدا اشعله، بيبدا يطلع العطر اللي انا حطاه، سواء بقى بروايح زهور او فواكه، او حتى لو برفيوم مميز عندي انا بحبه، بضيف بس قطره واحده للفتيل او للشمع نفسه، بتبدا بعد كده بمجرد الاشتعال بتديني العطر، بيبقى موجود في المكان. ده كلام جميل جدا، وعايزين ننقل بقى على الشق الثاني من التزيين والتجميل، الورود بقى والنباتات. في صناعي، في طبيعي طبعا. صحته والمحافظه عليه ورعايته والاحتفاظ بيه فتره طويله. كله بيقول الف سلامه للنيفين. انا خايفه يكون من الشمع بتاعي. انا مش هطلع. لا مش للدرجه. هو البرد الايام دي عندنا كلنا لا حاجه منه حاجه منه. الحمد لله ربنا يعافينا. بس الروايح اللي انا بسمع عنها الحقيقه ان هي بتساعد على الاسترخاء. عايزه اعرف ايه الانواع؟ في فانيليا وفي شوكولاته وفي كده كانتالوب، في العطور الشرقيه الجميله بتاعتنا اللي داخلها القاعده اللي هي الخشبيه، الحاجات خشب الصندل، وفي القرفه، كل ده بيبقى موجود في الشموع. بس والفواكه والفواكه طبعا بريحه الكانتالوب، بريحه المانجا، وبريحه الموز، وفي بريحه جوز الهند. كل واحد وحسب هو بيحب ايه. في شخص ممكن يكون ما بيحبش ريحه جوز الهند وما اقدرش ان انا احطها له، فعشان كده دايما الشمع لما بيتعمل العطر بالطلب او على حسب اللي هو بيفضلها بتكون ايه بالظبط العطر. لكن انت ما سالتيش علميا الروايح اللي بتساعد على الاسترخاء. اي روايح، الزهور، اي روايح من الطبيعه او الزهور العاديه بتاعتنا، الياسمين ده بيهدي الاعصاب اصلا. الزيوت بتاعت الياسمين عموما بتهدي الاعصاب. نكمل بقى النباتات، الزينه، في الصناعي في الطبيعي زي ما قلنا. أيوة. عايزين نعرف لو خدنا الطبيعي مثلا، الاول حضرتك بتفضلي ايه؟ انا عن نفسي مع ان انا بصنع او بصمم البوكيهات الصناعي، لا انا بفضل طبعا الطبيعي. تفضلي الطبيعي. دايما الطبيعي يكسب. اكيد. اكيد يعني الوان وكفايه قوي ان انا استنى الورده وهي بتفتح، انا قاعده مستنياها، عايزه اعرف لونها هيطلع ايه. الله. يعني انا بشتري الورود ما بتبقاش ممكن تكون فيها البراعم، تحسي بعشره بينك والله، وافضل استنى يعني ترى هتطلع لونها ايه. فطبعا الطبيعي يكسب يعني اكيد. بس طبعا الصناعي الاساس ان مفيش يعني كل ربة منزل ما عندهاش الوقت الكافي لرعايه الولاد ورعايه الزرع، لان الزرع ده روح. لو انا فعلا هقتنيه في البيت عندي لازم احافظ عليه قوي، ولازم اخلي بالي ان هو ما يتاذيش، لانه بيتاذي على فكره. علشان كده الناس بتلجأ للزهور الصناعيه. بتبقى اسهل بكتير وبتدي المنظر اللي انت عايزاه، وبتمشي مع ديكور البيت. يعني عايزه احط اي لون في البوكيه بطلعه. لكن الطبيعي على الجانب الاخر بيدي احساس بالحيويه، زي ما قلتي حضرتك، في روح، فتحسي ان في لغه بينك وبينها. بالظبط. ازاي بقى ان رعايتها بقى؟ رعايه الطبيعي ان انا ببدا بدايه نمو النبته، ان انا بحاول احافظ على الورق بتاعها، ان انا ببدا بقماشه مبلوله انظف الاوراق بتاعتها، وانقي التربه بتاعتها من الورق اللي هو دبل خلاص، ما خلوش موجود، لانه يعني طول ما هو ماسك في الساق بياخد من غذاء الورده. يعني الناس تقول لك لا دي ورقه عمليه بيأثر يعني بياخد من الغذاء بتاعها. فبالتالي انا لازم اشيلها وانظف الورده او الزرع عموما، مش شرط انها تكون ورده، اول باول بيها ان هي اساعدها ان هي تنمو بسرعه. طيب احنا نبص بسرعه ونشوف عندنا يعني مناظر جميله هنحاول نتحلى بيها او نحلي كمان القعده، بعض الزينه وبعض اشكال الزينه والشموع في هذه الايام بالتحديد، الاحتفال باعياد الميلاد. خلينا نشوف هذه المناظر الجميله ونرجع لكم مره ثانيه مع رانيا.
اهلا بيكم مره تانية. وفي سؤال الحقيقه خاص بقى بالشمع تاني، مضطره ارجع. انا شايفه حاجات ملهاش دخان وحاجات ليها دخان اسود، ايه الفرق وليه؟ لا هو كده الفتيل اخد شمع زياده، عشان كده بيعمل زي اللي هو بيقولوا عليه ده حرق الشمع نفسه، احتراق الشمع مش الفتيل. لا 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 معلش حبينا نستفسر. لا لا يكون ده اللي خلاك تشرقي. ممكن طيب عايزين نرجع بقى للزهور، لان دي من الحقيقه من الاشياء الاساسيه اللي موجوده في كل بيت دلوقتي، سواء صناعي او سواء طبيعي. الزرع بشكل عام، انا برضو لو انا مهتمه بجد ان بعض الوحدات الصناعيه ممكن تتخللها بعض الوحدات الطبيعيه اللي بتعيش فتره طويله. راي حضرتك في هذا الدمج بيدي منظر احلى؟ بيدي دمج جميل، بس احنا دلوقتي بنقول عليها الورود المجففه. يعني بيبقى ورد عادي خالص صناعي اللي هو مصنوع من القماش او من الفوم، وداخل معاه ورود كانت فعلا طبيعيه في يوم من الايام وجففناها. ايوه اتجففت، بتدي طبعا ماتشنج رهيب. طب احنا مش هنعرف نجفف؟ لا ليه؟ اي ست بيت تقدر تجفف الورود. اللي انا سمعته مره او اللي انا شفته ان احنا ممكن نقلبها نربطها، بس بشرط اول ما نشتريها ما نحطهاش في ميه. يعني نشتريها زي ما هي ونربطها كويس ونفضل قلبينها في مكان ما يطولوش ضوء خالص. ويكون في تهويه جيده. يعني في مواصفات كمان لعمليه التجفيف؟ في مواصفات لنوع الورده. ما ينفعش اجيب ورده بلدي مفتحه واقول اجففها خلاص دي ورقها هتفتح. مش هينفع، هيتساقط لوحده. طيب ايه انواع الزرع او انواع الزهور؟ البيبي فلاور احسن حاجه انا بحب اجففها. بتبقى جميله جدا، هي صغيره قوي وبتعيش تره طويله. ايه غيرها علشان نبقى نقدر نجمع مجموعه واحده؟ في ورده اسمها الكاب، بنعمل عمليه التنسيق. ورده الكاب دي برضو ورده جميله جدا والوانها كتير قوي قوي. اسمها ايه؟ الكاب. ورده كاب، هي عامله زي الكاب كيك كده شويه، شكل الكاس. ايوه. بمناسبه التنسيق، احنا الاماكن اللي بتوضع فيها سواء الشموع او الزهور في البيت، الاركان، اي الاماكن. اكيد طبعا الريسبشن بدايه دخول البيت تبقى لازم بتكون مميزه بكاشبو ورود مميز او شمعه كبيره او لون مميز للشمعه. وفي عندي كمان اوضه السفره دي لازم تكون عليها البوكيه اللي هو اللي بيتوسط المائده اللي بنجمع عليها، بتكون حاجه بتضفي لمسه حلوه للبيت وفي نفس الوقت بتدي بهجه. يعني العين على فكره لما بتشوف حاجه حلوه او منظر جميل بتبقى حاسه براحه وبتحس بسعاده. هل في اسس علميه مثلا او قراءات علميه خاصه بعمليه التنسيق زي ما انوار ما قالت؟ انا احط الورد فين، احط الشموع فين، ما احطهاش في اوضه النوم، احطها في اوضه النوم؟ يعني اكيد في اسس، في حي وفي صناعي. الطبيعي ما يتحطش في اوضه النوم خالص لانه بيسحب الاكسجين. يعني بالليل بيسحب الاكسجين، ما يتحطش في اوضه النوم خالص. لكن اوضه النوم عموما ما بيتحطش فيها ورود بمعنى الورود، بيتحط فيها الحاجات اللي هي زي تمر حنه اللي هي الخشبيات اللي بتاخد شكل حلزوني شويه، دي بتبقى حلوه قوي لاوض النوم. لكن الاساسي بتاعي اللي هو بيبقى اخد بقى السفره، الصالون، المطبخ. ست البيت بتقضي نص عمرها في المطبخ، فبالتالي انا بحاول ان انا يعني انا في نفس الوقت مش عايزاه يبقى زحمه برضه. ايه الحاجات الاساسيه اللي انا ممكن احطها تدي هذا انا الاحساس ريحت ست البيت والله ان هي مش ممكن ده. هتحط شمع وورد كده. احنا المطابخ كمان يعني مساحتها ممكن تكون مش كبيره، فعملت لها البرطمان الشمع. مش عارفه الكام ممكن تجيبه اللي هو البرطمان الشمع. هو فعلا شكله زي برطمان توابل عادي خالص. ده شكله حلو قوي. ايوه فعلا ورقيق وبسيط وبيتعمل بحسب لون المطبخ وبيمشي مع كل المطابخ. بخليه عباره عن شمع، وهو في نفس الوقت متزين بوردات بسيطه. ايوه يعني منها ان هو ورد وشمع. انا هقوم اجيبه، استاذن المخرجه عشان احنا برضو نشوفه. ايوه لانه شكله حلو واعتقد ده ممكن يكون مفيد كمان. وكمان ما بيبصش ده، لان اي شمعه عندنا بنبص عليها في اي وقت بنلاقي ان هي في زي تراب او زي اغماء من فوق شويه. صح كده؟ عشان اتعرضت للعوامل الموجوده في المطبخ. هو ده على فكره ده البرطمان العادي ده بيتفتح، ده برطمان عادي خالص. يتفتح لان انا جواه شمعه هولعها وبعدين بمجرد انا خلاص مش عايزاها هقفلها. حافظت عليها وحافظت في نفس الوقت ادت شكل حلو داخل المطبخ من نفس ادوات المطبخ. ايوه وست البيت تعملها بنفسها. وشايفه انا شرايط زينه عايزين نعرف ازاي نستفيد بيها برضو. اي شرايط دايما ما بيجي لنا
هديه هدايا بيبقى ملفوفه في اوراق. الاوراق دي يا ريت ما ارميهاش، هي والشرايط انا بخليها بزين بيها الكاسات. ممكن بعمل بيها علبه الهدايا اللي شايلها الدبدوب او اللي محطوطه على الكاس، دي انا اللي صنعاها مش بشتريها. بالفوم كمان اللي بيجي لنا مع الاجهزه الكهربائيه، احنا بنرمي الفوم ما بنخليهوش برضه لانه فعلا شكله حلو. ده وسهل خالص، اي طفل يقدر يساعدني. يعني ممكن اخلي الولاد يشتركوا معايا ان انا اعمل علب هدايا صغيره، والدبدوب ده بتاع اسبوع يعني. حاجه اعاده تصنيع مش اكتر. ممكن انا استخدمه بطريقه بالظبط، ان انا شيلت شويه هدايا مش اكتر، وطلع شكله جميل جدا. طب ده يخلينا بقى ندخل اعتقد على لف الهدايا او اهميه ازاي نعمل رابينج او اعمل لف الهدايا بتخلي الهديه شكل جذاب وحلو. هديه تبان انها هديه. الهديه دايما لفتها بتخلي الشخص اللي هي بتتقدم له عايز يتخيل ايه اللي جواها. فتخيل كمان انا ببهره بطريقه اللف بالشرايط الكتير والالوان المبهجه، واحيانا بيحطوا لعب فوق العلبه نفسها، بيحطوا دبدوب. لا في موضه اليومين دول عمليه التكلفه الزياده في عمليه لف الهدايا بتصل لارقام 90 و100 جنيه عشان الف هديه قد تكون ما تاخدش هذا الحيز. ما هي بقى دي المشكله، ان احنا بنحط الهديه جوه صناديق، وبنحط لها شويه جليتر، وبنحط حروف، وبنحط نجوم. دي بتعلي التكلفه شويه. فاحنا لو اتعلمنا ان احنا نحاول نعمل بايدينا الكرتون دوت، ونحاول نحط فيه هديتنا، وبنزوقه بشرايط بسيطه خالص، يبقى كفايه قوي حتى ان احنا يعني عملنا الشمعه وهدينا بيها ولفيناها كمان. احنا بنحيي طبعا الفن والزينه بشتى اشكالها والوانها اللي بتبعث علينا البهجه والراحه، تريح العين فعلا جدا. نشكر حضرتك على تشريفنا في الاستوديو، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. واعتقد يعني بننهي حلقتنا النهارده مشاهدينا، ونتمنى تكون فقراتنا يا رب تكون عجبتكم، وتكون ملائمه يمكن للاعياد او روح الاعياد اللي احنا بنحاول نشعر نفسنا بيها، وخاصه في هذه الايام. تحيه لكل واحد شاركنا النهارده، تحيه لكل مصري، وبنقول له كل سنه وانت طيب. نلقاكم ان شاء الله غدا مع اسره جديده من زينه. الى اللقاء.